يعني هذا الطابق الثاني بيتي البيت المهندس محمد الخليجي. مثل ما تلاحظون هذا البرتقال اللي دائما يسألون عليه بالشارع. هذا البرتقال هرش البرتقال هذا بالطابق الثاني مو الطابق الأول. هاي الحديقة المعلقة مثل ما تسألون عليه. هذا الكابرس وهذا الجهنمي. وهذا مثل ما تشوف هاي زراعة البرتقال بالبساتيق على طريقة الهيدروبونيك، يعني الزراعة المائية. هذا البرتقال اللي ان شاء الله بهاي السنه اللي راحت اللي هذا الموسم حشنا منه قفصين تقريبا 3 اقفاص، لان عنده 13 هرش برتقال ونومي حامض ورارنج ولالنجي. كل الانواع موجوده عندي مثل ما تلاحظون. هسه هذا الموسم هذا البرتقال من طبيعته دائما يعني صيف شتاء هو يشيل، مو موسم واحد، يعني يذب ويذب، يعني يذب برتقال انقطعه والنوب يقدح وانقطعه على هالسبيل. هذا مزروعه بالطابق الثاني، يعني بالطابق السطح البيت مالي الطابق مو الاول، الطابق الثاني. هذا الكابرس وهذا الجهنمي وهذا اليوغا وهذا البرتقال، وهناك موجوده الكارزيا والاكاسيا والشرمي والدادونيا والنمو بصره والاوراد النادره كلها جدا يعني. بس انا بس حبيت اعلق عليه ان يسالوني بالشارع المعجبين، يعني شوف يعني برتقال فوق معلق وهذا يعني. فهذا هو زراعته يسمونه هيدروبونيك، يعني ها صار الهرش 4-5 سنوات، ذبله يمكن 4-5 اقفاص. شوف هو قزم يعني مو كبير، يحمل برتقال صيف شتاء. والنوم حامض مالته كل زين اللي مرضى الضغط اللي بيهم ضغط، يعني ينزل الضغط لان تنكال هي والقشر مالتها هاي البرتقاله. وبالنسبه للجالدامونيا اللي وياه مالته مال سكر، يعني البرتقاله مره جدا يعني تصير يعني اكلها هي او القشر تنزل السكر. وبالنسبه لهذا بريكان انهبيتورز، هذا المعالج السرطان يعني مال كانسر، هناك بذيك الصفحه. هذا اسمه هو بالعراقي وبالعاميه نسميه قشطه الفراوله، بس بالمصطلح مال الطب يسمونه اعتقد هالشكل برين كاميكال انهبيتورز، يعني كانسر هو السرطان يا ستار والعياذ بالله، الله يبعدنا بعدكم. ياكلها فبتتورم عنده الاورام السرطانيه. وراح اوافيكم مقطع ثاني من عند هذا الهرش موجود بيك الصفحه على الطابق بالطابق ولا المظله. وهذا هسه شرحي بس على البرتقال والجهنمي والكابرس والادادوني والاكاسيا، لان الخمس هروش هنا صار لهم 5 سنوات تقريبا هنا. والسقي مالهن عن طريق الماطور بطريقه الهيدروبونيك، يعني مزريب هو يوصل لهم الماء ويذب الفضله برا، ما يدور السطح ولا يوقع السطح ولا كل شيء ما يسوي. واشكركم جميعا.